صباح الخير. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنعمل الحواوشي الاسكندراني. هنعمله دلوقتي مع بعض. زي ما احنا شايفين كده الحواوشي مفيش حد بيقدر يقول عليه اي حاجه. عشق الجماهير الحواوشي، واحنا هنعمله بطريقه حلوه قوي وهنشوف دلوقتي مع بعض. هندخل على المقادير، ولو اول مره تشوفوني انا فايزه عبد الله. لو انت حابه تقللي المقدار ممكن ان انت تنصصيه. انا عامله كيلو دقيق، مع كيلو دقيق 2 معلقه سكر، 2 معلقه خميره بودر، معانا 3 معالق كبيره لبن بودر الخميره، وبعدين معانا 3 معالق لبن بودر، معانا معلقه ملح صغيره هحطها على الجنب، معانا زبادي هنحط نص كوبايه زبادي، ومعانا خل هنحط تقريبا معلقتين خل، معانا معلقه الاول بيكنج باودر معلقه واحده، وهنحط الخل بيدي هشاشه للعجينه، وبعدين هنحط الميه فتره بالشكل ده. كل دقيق حسب ما بياخد العجين، ده دقيق مخبوزات، والميه حسب ما كل دقيق بيحتاج. انا بحط حسب احتياج العجين. هلم كده العجين بالميه، وافضل ان انا اعجن العجينه. كل ما بتخدميها بتديكي نتيجة أحسن. أنا هلم كده العجينة بعدين أحطها على الكونتر بالشكل ده، وأعجنها كويس أوي لغاية لما أطلع الجلوتين اللي فيها. بتحطي المية جنبك، هيحتاج كيلو دقيق تقريبا تقريبا 4 كوبايات مية. لازم تخدميها كويس، مش أقل من 10 دقايق وممكن اكتر. هحط في الاخر قطعه زبده. المعتاد بيتحط زيت، بس انا حبيت ان انا احط زبده. انا بحب ريحه الزبده في العجين الحقيقه. ممكن تحطي نص كوبايه زيت وتسوقي العجينه لغايه لما بقت طريه قوي وملساء. هدهن كده بالزيت او ارش رشه زيت، وبعدين احط العجينه بالشكل ده لغايه لما ترتاح. ممكن نص ساعه هغطيها كده كويس بالبلاستيك راب واسيبها لغايه لما اجهز بقى اللحمة. معانا 5 بصلات كبار. الحواوشي بيحب البصل كتير، هفرمه زي ما احنا شايفين كده. هحط معاه فلفل حار، حبة احمر وحبة حباية اخضر فلفل، وتقريبا معلقتين بقدونس او عرقين بقدونس. انا هحط واحدة فلفل رومي كمان عليها. الفلفل كتير برضو بيديها طعم، لان انا مخلية الاولاني كان الحقيقة سبايسي. هحط 2 معلقة دهن ضاني او ليا ضاني، بتدي طعم حلو قوي في الحواوشي. يعني بتبقى نسبة حوالي 15% من اللحمة تكون دهن. هقلبهم كده كويس مع الفلفل والبصل. هحط التوابل، الفلفل الاسود، هحط معلقة الملح، هحط رشة جوزة الطيب، حطيت يعني ربع كده حبهان مطحون. بصوا اللحمة كده لما اتقلبت في بعض كويس ريحتها حلوة جدا. معانا العجينة كده هي خمرت، هنضغط عليها كده من النص عشان نطلع الهواء اللي فيها. بصوا العجينة ملساء وطرية قوي. هحطها كده، اعملها رولة كده واقسمها تبقى قطع كده متساوية، وهمسك كده كل قطعة فيهم هلفها كده في بطن ايديا كده وعلى صوابعي. بتلفيها كده تعمليها كده كور، تقسميها تبقى قطع قد بعضها. بس العجينة كل ما بتقعد وتكون مرتاحة بتديكي كمان نتيجة احسن. هغطيها علشان العجينة ما تنشفش او ما تعملش قشرة من على الوش. هبدأ اخد اول عجينة انا عملتها كورتها، هرجع لها هي الاول تاني. اعملها كده الاول بالفرادة، وبعدين اجيب اللحمة قطعة كبيرة قد البرتقانة الصغيرة كده، واروح حطاها على العجين وافردها. هجيب العجينة التانية قدها برضو وافردها، وبعدين ابدأ من الحرف كده اروح لفاها وادوس بصباعي التاني. يعني شايفين الشكل انا بقفلها ازاي؟ هلف بايد، وبالايد اليمين اروح لفه حوالين العجينه. ده هو معمول الرغيف حجم كبير، مقاس الصينيه تقريبا 24. هرش رشه زيت كده وادهنها، وبعدين احط عليها الرغيف بالشكل ده وهدوس عليه كده. على فكره اللحمه على ما حطيت عليها الدهن والبصل وكده طلعت كيلو، لان هي كانت الاول 800 جرام اللحمه. معانا طبعا عشان ندهن الوش حطيت صفار بيضة،
وحطيت عليها فلفل اسود عشان الزفارة، وحطيت شوية لبن، معلقتين لبن. وبعدين بدهن الوش زي ما احنا شايفين كده، هندهنهم كلهم وهحط عليهم كلهم بقى حبة البركة والسمسم بالشكل ده. وقلنا طبعا الفرن سابق التسخين قبليها ب10 دقايق او ربع ساعة بالشكل ده. هدوس عليه كده على السمسم وحبة البركة، هحطهم بقى في الفرن. هياخد حوالي تلت ساعة او نص ساعة الا 5 دقايق. بصوا يا جماعة ده الشكل النهائي بتاعهم. هو طلعوا على فكرة 6 أرغفة الكمية دي، بصوا شكلها. بس انا استعجلت وحطيت بس 3 أرغفة اللي انا عرضتهم. وبصوا اللحمة مستوية كويس قوي وريحتها حلوة قوي. ويا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. والى اللقاء في فيديو جديد.